و2019 انت كنت المركز ال 18 ورجعت خدت الدوري. والاهلي طول الوقت معودنا ان هو يروح في حته لا انا ولا انت نعرف نحلم بيها. بكره يا اهلي، اوعى اهلي، اوعى اوعى. اقل من 24 ساعه ان شاء الله وهنكون بنحتفل مع بعض بالدوري باذن واحد احد. بكره ماتش، اخر ماتش للاهلي مع فاركو قبل السفر لكاس العالم للانديه. بكره باذن الله التتويج للدوري الاصعب، لاصعب دوري انت اتحطيت فيه في تحديات. انا بفهمك لان الدوله كلها وانت شايف من اولها لاخرها انها كانت كلها ضد النادي الاهلي، من اول الوزاره لحد الاتحاد لحد الرابطه لحد اللجنه لحد كل حاجه. اي حاجه في الدوله ما خدمتش النادي الاهلي، اللي كان غرضها تخدم بيراميدز وخدمت الاهلي. اللهم لك الحمد. بكره باذن الله هنحتفل مع بعض وان شاء الله هناخد الدوري رغم من عن انف اي حد كان عايز ان ده. انت في غمضة عين كنت بايع الدوري، صح صح. نمت صحيت قال لك بيراميدز ضاع منه 6 نقط. كنت تحلم بيهم؟ لا لا، ما تكدبش على نفسك. لا، ما فيش حد اهلاوي في الدنيا ولا حد عاقل في الدنيا بحالها كان يقول لك ان بيراميدز كان هيقع منه 6 نقط. 3 يمكن انما 6 لا. فاللهم لك الحمد. مش عايزين نضيع مجهودنا ده. انت الدوري ده بتاع 2025 ده اصعب من بتاع 2019. بتاع 2019 واللعيبه تكسر وي وي وي، هي اللي وصلتك وافريقيا وما اعرفش ايه والكلام ده كله، هي اللي وصلك للمركز ال 18. ال 18 في الدوري كان فاضل لك نقطتين ولا ثلاثه وتهبط. النادي الاهلي كان هيهبط. تمام. وطلعوا يتريقوا علينا ويقول لك ايه انتوا في المنطقه الدافيه في المركز الخامس والسادس والسابع. انتوا معايا؟ هم كانوا بيتكلموا علينا ازاي اصلا؟ ساعتها ما كانش في حد ضدك، كانت الدنيا ماشيه واللهم لك الحمد، خوازيق الحكام وكلنا عارفينها. انما 2025 كل حاجه كانت ضدك. انما 2025 كل حاجه بتقول ان الدوري مش بتاعك. انت ما بعدتش في المراكز، بس بيراميدز كان شاطح شاطح شاطح. وطلع الراجل المحترم بدون ذكر اسماء على صدى البلد قال لك كل حاجه في اتحاد الكوره بتخدم ان صدى ان بيراميدز ياخد الدوري. فاللهم لك الحمد. ربنا ما بيضيعش تعب الاهلي ولا مجهود النادي الاهلي ولا وقفه جمهور النادي الاهلي ورا ناديه. ثقه ان النادي الاهلي هيوصل لابعد نقطه هو يقدر يوصل لها. بكره باذن الله التتويج بدوري الاصعب، الدوري الالعن، دوري ياسر ابراهيم، دوري عضله امام عاشور اللي وصلتك ل 18 بيراميدز في 3 ثواني ولا 4 ثواني. دوري انقاذات ياسر ابراهيم، دوري التحديات مع المناصب العليا من اولها لاخرها. لا، في مسميات كتير قوي هقدر اسمي لك الدوري ده مش عارف، بس انا بسميه دوري التحدي. دوري التحدي ده ضد الكل بقى. فبكره باذن الله وقولوا لي توقعاتكم في الكومنتات.